في هذا المقطع سوف نلقي نظرة على الأسود التي تصطاد قرود البابون. وسنشاهد كذلك قرد البابون يمزق غزالا صغيرا بأنيابه ويلتهمه. أما هنا عصابة من القردة تختطف شبلا لسبب غريب. تابعونا. بسبب الجوع قرد البابون يأكل صغير غزال الأمبالا في مشهد غير معتاد من قبل هذا الحيوان الذي يعرف بمواجهته للحيوانات المفترسة. وتم رصد القرد وهو يستمتع بتناول فريسته أمام أعين أمها. تمثل الأسود تهديدا حقيقيا لمختلف الحيوانات في البرية، بما في ذلك قردة البابون التي تعيش في تجمعات كبيرة. في بعض الأحيان يصعب على الأسود صيد الحيوانات العملاقة مثل الفيلة أو السريعة مثل الغزلان، لذلك تكون القردة هي الفريسة المناسبة لها. هنا في مشهد حزين للغاية هاجمت اللبؤة على أحد القرود الصغيرة أمام أمه. لقد كان على جذع شجرة صغيرة، وهذا ما سهل على اللبؤة الإمساك به وقتله. إنه حقا مشهد مؤلم لصغير القرد، وهو فريسة للبؤة، وللأسف لا يمكن للقرود الكبيرة فعل شيء لها بسبب قوتها الكبيرة. تعتبر قرود البابون من الحيوانات المؤذية والذكية، وهي قابلة للتكيف بشكل لا يصدق، كما أنها تستطيع التهام طيور النحام الكبيرة وتسرق بيضها في كل مرة. فهذه القرود العدوانية تمزق فرائسها قبل أن تتغذى عليها. بعض الحيوانات المفترسة تشكل خطرا كبيرا على القرود، أكثر من خطرها على الأسود. الفهود مثلا تستطيع تسلق الأشجار بكل سهولة، وغالبا ما تحمل فرائسها فوق الأشجار بعيدا عن الحيوانات المزعجة كالضباع مثلا. وتعتبر القرود كذلك من بين الوجبات المفضلة لهذه الفهود. وفي هذا المقطع قامت عصابة من قرود البابون باختطاف شبل صغير والهرب به متسلقة شجرة عالية. وقامت المجموعة برعاية الشبل الصغير كما لو كان واحدا من صغارها. إن مجموعة القردة جرت الشبل الصغير إلى إحدى الأشجار، ثم راحت تنتقل به من شجرة إلى أخرى. فاعتقد المصور أول الأمر أنها على قتله، لكنه لاحظ بعد برهة كيف أن المجموعة راحت تعامل الصغير بلطف وتخلص فراءه من البراغيث. ويبدو أن السبب من اختطاف الشبل الصغير هو تبنيه فقط.